السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تقولوا لي علاش تضحكي شويه خوتي؟ ما انا من عيني شوفوا كاع ولات ليا حمراء. كنت نمسح الصباع الدوليو من ايدي الصباغه ويطيل لي الدوليو على عيني شويه ما نعمه. ربي دار ولد الخير. المهم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. وفي تمام صحه كنقدم تحيه كاع متابعي اللي كيشاهدوا القناه ديالي، وكنشكركم على التعليق ديالكم الزوينين يا احلى وارقى متابعين. وما المتابعين ديالي كنحبكم في الله وربي شاهد عليا، كنشوفكم بقلبي. نتوما راه كتشوفوني كنحكي، كتسمعوني، كتشوفوني انا كنشوفكم بالقلب ديالي وكنحبكم في الله. نبداو في القصه ديال اليوم على بركه الله. والقصه ديال اليوم فيها عبره كبيره ديال الناس اللي كيظلموا، اللي قل منهم ظلموا الناس مساكن اللي عندهم سلطه عليهم، وكيظلموا دوك الناس الفقراء اللي ما عندهمش، كيحسوا براسهم هما عندهم سلطه ونساو ان راه سلطان السلاطين هو الله سبحانه وتعالى العادل بين عباده. انا الاسم ديالي نيرمين، غنحكي القصه ديالي واللي وقعت ليا مع الخادمه اللي كانت عندي في الدار. هما خادمات دازوا من قبل، وكنت انا والزوج ديالي متسلطين ميسوري الحال، عايشين بخير وعلى خير، ما ناقصنا حتى شي خير. وبحكم انني بنت الفشوش مولفه بالخادمات في الدار ديالنا فين كنت عايشه مع والديا، نهار تزوجت بالزوج ديالي شرطت عليه ان تكون عندي مساعده في الدار. وفعلا كانوا عندي جوج مساعدات حكم ان الدار كبيره بزاف. الزوج ديالي ميسور الحال، انا فقط مقابله غير ضفاري وحجباني والحاله ديالي. كنت حاسه براسي بزاف. الخادمه اللي جبناها للدار كتهرب بحكم اننا كنعذبوها، تاكل الماكله البيته، الماكله الشيطه. طبعا لا شاطت شي حاجه ما غاديش تاكل من داكشي اللي شاط، تاكل داكشي اللي شاط من قبل، تسالي داكشي عاد تاكل داكشي الاخر اللي شايط علينا حنايا، حيت حشومه داكشي اللي شاط علينا نلوحو في الزبل بي غادي ينقص لينا البركه في الرزق ديالنا. هذا هو كان التفكير ديالنا. كنا دائما متسلطين وحقارين على الخادمات اللي كيجيو في الدار عندي. وبحكم ان الزوج ديالي كيشوفني كيفاش كنتعامل معاهم، حتى هو كيعاملهم بنفس المعامله. كنقول ليه ما تدصرهمش عليك كذا وكذا، خليني انا نتصرف، انا هي مولات الدار، وهو غادي معايا على هوايه اللي قلتها كاينه. بحكم انه هو كيبغيني وقلت ليه باللي انا هذا الشيء راه كديرو الام ديالي وراني غادا على المنوال ديالها، راه الا دصرنا علينا الخادمات غادي يركبوا لنا فوق راسنا وعلى الله شنو غادي يديروا. وفعلا الزوج ديالي كيمشي على الهضره اللي كندير انا وعلى داكشي كيفاش كنتعامل انا مع الخادمات. ايوا يا سيدي، الخدامه اللي جبناها كتهرب، الخدامه اللي جبناها يا اما كتهرب يا اما كتخلص وكتمشي بحالها، حتى شي وحده ما قدرات تزيد تكمل معنا، لانه اللي عندها كيفاش تخرج ولا كيفاش تكون براسها، ولا عندها شي ولي امرها يكون بها، ولا واحد السند اللي هي اللي كتستند عليه، راه ما غاديش تسمح لتا شي واحد او لنفسها انها تعيش هذيك العيشه وتقبل على راسها داكشي. ما غتسمح لتا شي واحد يعاملها بحال هكاك ولا يديرها تحت الصباط، لانه راه كيما خادمه، كيما وحده كتخدم معلمه طبيبه، راه حتى هذيك خدامه عادي، كيما هذيك كتخدم في واحد الحاجه راه حتى الاخرى تخدم في واحد الحاجه، يعني راه عادي. هذوك اللي سبق لي مخدمو عندنا ما قبلات هادشي، كاين اللي كدوز غير 15 يوم وتهرب، كاين اللي غير كتكمل الشهر ديالها وكتمشي بحالها. واحد ولد عمه راجلي صونا ليه راجلي، قال لي راه اللي كاين وها اللي كاين، راه بغيت شي بنت تعاوني وهادي وهادي، راه المراه ديالي ما تقدرش دير شغالات الدار كاملين. قال لي راه كاين بنتي لا بغيتيها نجيبها تعاون مراتك. فعلا اتفق الزوج ديالي انه يمشي عندهم الباديه او كما كنقولوا العروبيه، بعيده بزاف، يعني مشى بات تما وجاو حتى للصباح، يعني بعيده هاد الباديه فين كاينه هاد الخادمه او اللي كتجي للزوج ديالي. مني جابها الدريه باقا صغيره بزاف، يلا عندنا 12 سنه، وفاش عرفتها انها بعيده وما عندها حتى شي، ما عرفاش مسكينه منين تدخل ولا منين تخرج، حتى شفاقوا في الفجر في الصباح بكري في الظلمه وجاو. البنت ما غاداش تعرف منين تمشي ولا منين ترجع. داكشي علاش انا حقرت عليها ديال بصح، ماشي انني حقرت عليها، ولكن تنعاملها كما كنعامل الاخرينات، ولكن خديت راحتي لانني عارفه ديك البنت ما عمرها تقدر تهرب من عندي. فعلا كتاكل خبز البيت، واخا يقرب الخبز يفسد
ويكرم خاصها تكمل وما يتلحش في الزبل نهائيا. الماكله واخا تولي حامضه خاصها تاكلها ما تلحش في الزبل نهائيا، لانه هادشي عندنا حرام حنا في العائله ديالنا، خاص حتى شي ماكله ما تتلاح واخا تبقى شايطه علينا. المهم حنا ناكلو جديد وهي تاكل داكشي اللي كيشيط علينا حتى تساليه. داكشي اللي كنت كنطبقه مع الخادمات الاولين كنطبقه مع الخادمه حليمه، الاسم ديالها حليمه. البنت مسكينه عيات بحكم انها باقا صغيره، كتعيا بالشقه بوحدها، تصبن وتنشر وتحك وتصبن الزرابي وتسيق الديور بجوج، وما راهم هي راها فيلا الفوق والتحت، تنقي الجرده. يعني الخدمه اللي كدير خاص يديروها 4 العيالات في الدار، تحك لهم ماعن، الماكله اصلا اللي توقف على رجليها بها ما كنعطيوهاش ليها، ناقصه فيتامينات ناقصه بروتينات. يعني البنت مسكينه معذبه ديال بصح. واش ممكن هاد البنت تبقى صابره على هادشي؟ ما يمكنش. البنت بقات صابره لمده 4 سنين حتى عرفت راسها، تعرفت على الناس. وهادي البنت من ولات كتعرف وليت كنصيفطها تقدى الخضره والفواكه وداكشي الخاصين من عند البقال او كما كنقولوا الحانوت. البنت مني وليت كنصيفطها تقدى بوحديتها كتخرج بوحدها، تعرفت على واحد الجزار. هاد الجزار هو اللي شكات عليه القصه ديالها كامله وعاودت ليه كلشي بلي ربها هو اللي فرط فيها، هو اللي حطها في هذا الموقف، في عوض انها تمتع باللعب ديالها وبحقها، تمتع انها تقرا، انها تداوى، انها تمشي تلعب كباقي الاطفال كبزاف الحوايج. هادشي كامل تحرمات منه وعاودت هادشي كامل لداك الجزار اللي تعرفت عليه ولات جالسه عنده صافي غبر ليها الاثار. بقينا كنقلبوا عليها فين ما كانت حتى كنا محتاجينها، واصلا من العائله ديال الزوج اللي مخصناش نفرطوا فيها. بقينا كنقلبوا بحكم ان الزوج اللي عنده معارف كبار وسيد معروف في المدينه فين كنسكنوا حنايا، قالوا ليه راه شفنا فلانه مع فلان في الزنقه كذا وكذا، الجزار كذا وكذا. وفعلا لقيناها عند الجزار كذا. ملي لقيناها عند الجزار جبناها وهددناه اننا نمشيو عند الشرطه ونديكلاري بيه وكذا وكذا. قال لنا انا سمحوا لي ما عندي حتى علاقه بهذا الشيء وراني غير بغيت نتعاون مع هاد البنت وهادي. صافي جبنا البنت دوزناها من عين البرا، دوزنا لها واحد العرس ما عمرها كانت تصوروا في حياتها، اللي هو انه تعلم تخرج من الدار وتمشي تستعن بوحدين اخرين ما كتعرفهم حتى شي حاجه. يعني ربيناها بمعنى الكلمه، تعلم تخرج للزنقه بلا خبارنا وتمشي تستعن بناس اخرين ما كتعرفهم حتى شي حاجه. اعوام وشهور البنت تبارك الله كبرات وولات امراه، وليداتي طبعا حتى هما كبروا. ولدي مني سالا الدراسه ديالو وتوظف ولا قاد براسو، فكر انه يتزوج. فعلا تزوج بواحد بنت الناس اللي كان كيعرفها من مستواه ومرتاح ليها. تزوجوا داروا العرس وعايشين معنا في نفس الدار بحكم ان الدار كبيره. وديك البنت مسكينه بكثره الهم وكثره الضغوطات وكثره الشقاء عليها عيات قبل الوقت لدرجه العينين ديالها بكثره البكا في الليل تعماو، ما بقاتش كتشوف، لان حست براسها مظلومه وما عندهاش فين تطج، فين غتمشي، على من غتوكي، بحكم ان الاب ديالها مات. وكيفاش غتمشيو عند من غتمشيو مع من غتواصل ما عارفه حتى شي حاجه هذيك البنت، لانه بعيده البلاصه فين كتكون، راه كتكون في الباديه وما عرفت مسكينه منين تمشي ليها ولا منين تجي ليها، لانها جات صغيره للمدينه. كانت عندنا المدينه ما كتعرف لا كتقرا لا دير حتى شي حاجه، كتعرف غير تشقى. الا عرفت تخرج كتخرج غير تقدى عند البقال وكترجع بحالها. البنت بكثره الظلم اللي عاشت بقات مسكينه كتبكي يوميا بالليل حتى تصابت بالعمى. ايوا يا سيدي اش غنقول لكم، الابن ديالي هو والزوجه ديالو قاصاو باش يولدوا، وفعلا داز مده 5 سنين عاد ربي سهل لهم انهم يولدوا بنت. وللاسف نهار الزوجه ديالو حملات وولدات غادا تولد بنت عمياء ما كتشوفش نهائيا، ما خلاو فين جراو بها. هادشي اللي عطا الله، البنت ما كتشوفش وما عمرها غادا تشوف. كبرات الحفيده ديالي وبقينا عليهم انهم يولدوا ولد لعل وعسى، راه يولدوا لا بنت اللي جاب الله لعل وعسى ربي يجيب التيسير. بقينا كنشجعوهم. وفعلا مرات ولدي حملات عاوتاني، فاذا بالخادمه هربات
واخا عمية هربات ما قدرتش على الشغل، لانه واخا كانت عمية ما كناش كنرحموها. جبنا وحده اخرى اللي تعاونها، ولكن تحت ضغوطات كبيره والسيده ما قدراتش تصبر على هاد الشيء اكثر من القياس. السيده هربات ما عرفنا فين مشات، بحكم اننا ما بقيناش محتاجينها صافي مشات في حالها، ما بقيناش كنقلبوا عليها. ماشي بحال الاول، لان لا فائده لها. فائده بزوجة الابن ديالي مني حملات غادا تولد ولد، والحمد لله ما في حتى شي حاجه، ما والو. مني وصل به لواحد السن ديال انه يدخل الحضانه، فاذا بالابن ديال الولد ديالي ما بقاش كيشوف مزيان، ولا الضباب على عينيه، شي مرات كيخرج في الحيط، شي مرات كيخرج في الطبله. كيفاش هادشي؟ مشينا كنجريو عنده للطبيب، نفس الطبيب اللي كنا كنداويو عنده بنتنا الحفيده ديالي الاولى. الولد راه مسكين حتى هو غادي يتصاب بالعامه. طوروش الصدمه اللي تصدمت، لا انا لا الزوج ديالي لا كنتي لا ولدي، ما عمرنا كنا كنتصوروها. داز علينا العذاب الاليم، وعرفنا هادشي كامل مناش ان داك الظلم اللي كنا كنظلمو ديك البنت. كنا كنعطيوها اكثر من طاقتها، حرمناها من الدراسه، من الطفوله ديالها، من التطبيب، من اي حاجه تقدروا تصوروها على بالكم. اي حاجه حرمناها منها، فقط خاصها تكون بحال العبده عندنا، تشقى وتصبن ودير شي حاجه اللي خاصها دار، ودوز ترقد، والماكله تاكل داكشي اللي هو قسم الله اللي هو شيط وبيت وحامض ما عنده حتى فائده. عرفنا اننا كنخلصوا الثمن ديال الغلطه ديالنا، واللي دفع الثمن هو حنا كاملين، لا انا لا راجلي لا كنتي لا حفيدي لا ولدنا. وشكون جا من هادشي؟ نجا منه بنتنا اللي كانت دائما كتنهينا. اتقوا الله، راه الله كيشوف، راه الله كبير، راه الصمته كدور، راه كما تدين تدان، واياك وظلم الناس. حنا ما كناش كنسوقوا الهضره، كنقولوا هادي مالها، كنبقاو نعيروا فيها. سير دخلي سوق راسك ماشي سوقك. كتقول لنا انا مبريه منكم، ما عندي حتى علاقه بكم، حسبي الله ونعم الوكيل، وكتمشي في حالها. هي اللي نجات من هادشي، وحنا اللي كنا متسلطين، لا انا لا راجل لا ولدي. راه ربي عطانا على قد نيتنا ولا فعيلنا، خلصنا على داكشي اللي درنا. وباش نكفروا على الذنب ديالنا ونتسامحوا مع ديك البنت ولو غير شويه، نكفروا عفوا على الذنب ديالنا، مشينا كنقلبوا على ما خليت فين قلبت، ما خليت جمعيات، ما خليت حتى شي حاجه. وفعلا واحد الجمعيه هي اللي قالت لي راه فلانه ها فين كاينه وها فين كاينه، راه سميتها حليمه وخدامه في الجامع، راه مسكينه عمية ما كتشوفش، راه الناس كيعاونوها وهادي، وعاطينها السكن ديالها، وها اللي كاين وها اللي كاين. وفعلا مشيت عندها ولقيتها هي ديك فلانه اللي كنت كنقلب عليها. وتصوروا معايا على داكشي اللي دوزت عليها، ما نكراتش الخبز اللي كان بيناتنا، الملح والطعام اللي شركنا بيناتنا ما نكراتوش. قالت لي انا مسامحك خالتي، انا مسامحك، ما عنديش مشكل، اي حاجه درتوها فيا الله يسامح، تقدروا معايا شي كامل اللي درناه فيها ومسامحانا. حرمنا البنت من الطفوله ديالها ومن الشباب ديالها ومن المراهقه ديالها ومن انها تكون زوجه ومن بزاف ديال الحوايج، وسامحاتنا. رجعت معنا للدار وقررت انني نقابلها هي ودوك الوليدات بجوج، حفايدي وديك البنت، درتهم كاملين واحد، كيما هي كيما هادوك الحفايد، كلهم وليداتي وتكفلت بيهم، وانا اللي نحضيهم وانا اللي نوكلهم ونشربهم وندوش لهم وكل شيء. طبعا حفيد ولدي سمحوا لي، ولدي والزوجه ديالو كيخدموا والزوج ديالي كذلك، وانا اللي مكلفه بهم، كنوكلهم كنشربهم كنخرجهم كندوش ليهم. طبعا مكلفه بهم هما ماشي بالدار بهم، جبت جوج امراوات هما اللي كيعاونوني في الدار يوجدوا الماكله وداكشي. طبعا بدلت المعامله مع هادوك العيالات حتى ما بغيتش كيما عاملت هذيك البنت، عرفت الجزاء ديالي وداكشي اللي كنت غادا فيه خطا، لانه الغلط ماشي ديالي، ديال الام ديالي. كنت كنشوفها كيفاش كتعامل مع دوك الخادمات اللي كانوا عندنا في الدار، داكشي علاش كنت متسلطه وكان ادي بزاف ديال البنات كانوا كيجيو عندي للدار. بدلت المعامله مع دوك السيدات اللي عندي في الدار، كنعاونهم كنشري حويجات لوليداتهم، يعني
داكشي اللي كنت كندير بدلته مليار في المية. كنصدق عليهم، كنشري لهم الحوايج ديال وليداتهم في العيد، كنعطيهم هادشي ما خاصوش يتقال، ولكن بغيت نقول لكم شنو خاص يدار. وليت كنشري من بهيمه ديال العيد، يعني واقفه معاهم ديال بصح، وكنعاملهم معامله حسنه. ووليت مكلفه بحفايدي وديك البنت حتى يديموا الامانه امانته. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يسامحني على الغلطه اللي درت في حياتي، ونتمنى دوك البنات اللي كنت كنادي مقبل هاد البنت يسامحوني. الا شافوا هاد الفيديو يسامحوني، لانني كنت واحد الانسانه طيشه وما عارفاش بيني وبين الله، ما عارفاش ان راه كاين الله سبحانه وتعالى قاضي القضاء العادل بين عباده. ما كنتش انا دايره هادشي في بالي، حاسبه الدنيا ما فايتاش، حاسبه الدنيا كلها غنعيشوها كامله، هذه هي الاخره. لا، الظلم ظلمات، اياكم انكم تظلموا شي واحد، لانه ما تهز رجليك من الارض حتى تخلص ثمن الغلطه ديالك. هذا قانون الله سبحانه وتعالى في ارضه بين عباده. ما تهز رجليك من الدنيا حتى حتى تخلص ثمن الغلطه ديالك. واياك من الظالم اللي كيبقى يرتفع 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 يرتفع، نهار تينزل تيتقصح. بقدر ما هو طلع للسما، بقدر ما نهار تيهبط تيتقصح. دابا نقول لكم مثال، ان الواحد كيبقى غادي طالع بارطما فوق بارطما غادي تطلع للسطح، راه ملي تيهبط من السطح الارض تيتقصح، ماشي بحال هبط من البروميير ولا من. فلهذا الانسان ما يطغاش بزاف، اصلا ما نطغاش، ما نادي حتى شي واحد، ما ظلم حتى شي واحد. شكون انا؟ واش انا ربي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا راه غير انسان بحالي بحال هذا وهذا. لا فرق بين ابيض واسود وفقير وغني، ما كاينش كاع الفرق، كلنا سواسيه عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا ما نادي حتى شي واحد. شكون اللي حسن من الاخر؟ شكون مثلا واحد حسن من الاخر؟ غير بالتقوى والايمان. يقولك شي واحد انا حسن من فلان، لا، حسن من فلان كنتي كتقرا القران وحافظ كتاب الله وما تفوتش صلاتك والفجر ديالك وقيام الليل ديالك، هذا هو اللي تقول هذاك راه حسن مني. ما يغركش هذاك اللي تلقى عنده واحد المنصب كبير وطاغي على الناس، ما يغركش هذاك، ما يغركش نهائيا نهائيا، ما يغركش. تقولك اللهم انا نكون فقير وما نظلم حد، ولا يكون عندي الفلوس ونظلم الناس ونادي. تعرف ناس لاباس عليهم الخير يا عباد الله، اللي كيديروا ما تصوروش، يخليو ما يعطيو ويقولوا ما درنا والو، يديروا في الخير حتى يعيو تيقولوا ما درنا والو. علاش تلقى انسان مزيان والاخر لا؟ خاصنا نكونوا كاملين خوت، ما كاينش الفرق بين مادامني انا عندي فلوس وقادر بواحد الحاجه نتكفل بواحد العائلات، نتكفل ب5 ولا 6 ولا على الاقل غير 2 ولا غير 1، ندي الاجر. مادام ربي كيعطيك الفلوس وكيغنيك، فالا باش تساعد تكون واحد الانسان فيك الخير لخوك المسلم اللي قريب ليك، اللي كتعرفه واللي ساكن حداك. ما نبخلش بهذا الشيء. قد ما لقيت ندير الخير نديرو، وقد ما عطاني ربي السلطه ما ناديش الناس. الدنيا دواره، وخير دليل هو هاد القصه هذه. خوتي وخواتاتي، خليتكم في رعايه الله، دمتم سالمين، تهلاو في راسكم، وما تنسوش انني احبكم في الله. مع السلامه احبتي.